تقليص الحجم الساعي وتحسين التصنيف أهم ما جاء في قانون موظفي التربية. كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد اليوم الثلاثاء عن أهم ما تضمنه القانون الأساسي لموظفي أسلاك قطاع التربية. كما أوضح بالعابد أن مصالحها قامت بالتحضير لهذا الملف لمدة 4 أشهر في لجنة التقنية مع الشركاء الاجتماعيين، يعني كل النقابات المذكورة وأيضا ناشطي القطاع، وتم بناء هذا القانون بتشارك ومستديم مع كل النقابات المعتمدة. وقال وزير التربية في تصريحات للصحافة إن القانون الأساسي للأساتذة يهدف إلى تنظيم الحياة المهنية للموظفين، قائلا فهو مسار في التحفيز والارتقاء في الدرجة والحصول على امتيازات، مشيرا إلى أنه تم إنصاف كل الرتب وتم الإصغاء إليهم والعمل بدقة كبيرة للخروج بنسخة ترقى لما ينتظره الرئيس من هذا القانون.